السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب. هنعمل مع بعض الجلاش النهاردة بأسهل وأبسط طريقة، من غير ما تدهني ورقة ورقة ولا ياخد معاكي أي وقت ومجهود، وكمان بالكريمة هتحشيه يطلع معاكي أحلى طبق جلاش تقدميه في العزومات. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي وصفتنا. بس لو أول مرة تشوفيني يسعدني انضمامك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنحضرها معانا طبعا هي الشربات علشان نسيبه يبرد. معانا كوبايتين من السكر، هننزل عليهم بكوبايه ونص من الميه. طبعا نفس الكوبايه اللي استخدمتها للسكر هي نفس الكوبايه اللي عيرت بيها للميه. بعد كده هنبتدي نحرك السكر من منتصف الحله، بس نراعي ان مفيش حبيبات سكر تخرج على اطراف الحله. هننزل كمان بنص عصير نص ليمونه. هنرفع على النار ونحسب 10 دقايق بعد الغليان، وبعدين نضيف معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده نبتدي نحضر الكريمة بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين من اللبن الحليب، هننزل عليهم بمعلقتين كبار من النشا، وبعدين نضيف عليهم معلقتين كبار من السميد هنا بيدينا طعم مختلف للكريمة. بعد كده بننزل عليهم بمعلقتين من السكر، وبعدين بنبتدي ننزل كمان بمعلقة كبيرة او معلقتين من القشطة او وش اللبن. بنقلب الكريمة بتاعتنا كويس على البارد، وبعد كده بنرفعها على النار لحد ما القوام ما يتقل معانا بالشكل ده. ده بيكون قوام الكريمة. بعد كده بنضيف عليها معلقة صغيرة من الفانيليا او نص معلقة، وبعدين بنركنها على جنب تبرد معانا. في المرحلة دي هنحضر الجلاش بتاعنا. معانا لفة من الجلاش وزن نص كيلو. بنبتدي نقطع الجلاش من المنتصف، وبعدين نقطع الجزئين التانيين، يعني بنعمل 4 أجزاء متساوية. وبعدين بناخد كل جزء قطعناه بالشكل ده ونفرده، وبعدين نبتدي نقطعه على شكل مربعات متساوية. الطريقة دي بتكون أسهل بكتير من إنك تجيبي لفة الجلاش وتبتدي تدهني ورقة ورقة وتقطعيها على بعضها. لا، احنا هنا بنجيب اللفة وبتكون معانا أسهل بالشكل ده. بنبتدي نطبق كل مربع قسمناه علشان يدينا شكل المثلث بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده بنتني طرف كل طرف قصاد التاني، وتطلع معانا شكل مثلث او وربات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده بنحضر الصاج بتاعنا او الصينية، ونكون طبعا دهنينها بالسمنة، وبنبتدي نرص الوربات بتاعتنا بالشكل ده، مثلثات جنب بعضها بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. بنعمل اول سطر من فوق، وبعد كده بنبتدي نرص السطر التاني قصاده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبعدين بنكمل باقي الكمية بتاعتنا. هنا لو وانت بتعملي شكل المثلث كان فيه جزء زيادة في الحرف بتقطعيه بالسكينة، وبعد كده هيكون مظبوط معاكي بالشكل ده. بنكمل بقية الكمية بتاعتنا. كده خلصنا لفة الجلاش بتاعتنا كلها ورصيناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي بنحضر المادة الدهنية بتاعتنا، بتكون عبارة عن كوباية من السمن، ممكن تستخدمي سمن على زيت. بنضيف عليها بنص معلقة من البيكنج باودر. نص معلقة اللي احنا ضفناها للمادة الدهنية بتاعتنا بتخلي الجلاش معانا مورق جدا، وكمان بيرتفع اثناء التسوية وبتديله شكل جميل جدا. بندهن الجلاش بتاعنا كله بالسمن. انا هنا استخدمت كوبايه الا ربع، بس اتبقى معايا ربع كوبايه. وبعد كده بندخل الجلاش بتاعنا على فرن رف اوسط، درجه حراره 180. انا ما بشغلش الشوايه، هو بياخد اللون من درجه حراره الفرن بالشكل ده. بعد كده بنضيف الشربات بتاعنا بعد ما برد. بنوزع الشربات كله، وبعدين تصفي كميه الشربات الزياده وتسيبيه يبرد. بعد ما سيبناه برد تماما نبتدي نحضر الحشوة بتاعتنا. نحطها في كيس حلواني ونفتح الوربات بتاعتنا ونوزعها في قلبها بالشكل ده، وبعد كده بنغمسها في المكسرات الموجودة او المتوفرة عندك. انا هنا استخدمت الفستق الكداب.
بنعمله بكمية من السوداني بس يكون متحمص، وبعد كده بنضيف عليه كام نقطة من لون الطعام الأخضر، وبعدين بنضربه في الكبة. ممكن تضيفي عليه طعم الفستق علشان يديكي نفس الطعم الفستق الحقيقي. ممكن كمان تستغني عن الكريمة وتحشيه مكسرات بس حسب رغبتك، بس الكريمة بجد طعمها جميل جدا وغنية جدا. شايفين قد ايه الطبقات مورقة والجلاش من بره مقرمش جدا ومن جوه دايب. طريقة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت، وشكل وطعم هيشرفك في العزومات ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير، واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله على خير، ومع الف سلامة.